فاكرين زمان لما كانوا بيقولوا إن شركة فورد بتصنع كل حتة في العربية حتى الإزاز؟ لأ، دي خرافة. مفيش شركة في الدنيا بتعمل كل حاجة بنفسها. السؤال دايما، أعمل الحاجة بنفسي ولا أشتريها جاهزة؟ تخيل إنك فاتح مطعم، هل هتزرع الطماطم بنفسك وتعمل الجبنة ولا هتشتريها من الموردين؟ لو زرعت الطماطم هتحتاج أرض وفلاحين ووقت طويل، وده هيشتت تركيزك عن أساس شغلك اللي هو الطبخ وخدمة الزباين. ممكن توفر قرشين بس هتدفع تمن أكبر بكتير في المجهود والوقت اللي ضاع. القرار ده فيه 5 حاجات لازم تفكر فيهم. أول حاجة التكلفة، هل تكلفة إنك تعمل الحاجة بنفسك أقل من إنك تشتريها؟ تاني حاجة قدرتك، هل عندك الإمكانيات والخبرة الكافية؟ لو مش ده أساس شغلك بلاش تتعب نفسك. تالت حاجة التحكم في الجودة، هل المورد هيقدم لك الجودة اللي انت محتاجها؟ رابع حاجة المخاطر، لو عملت كل حاجة بنفسك ممكن تتعرض لمخاطر أكتر. خامس حاجة وأهم حاجة السرية، لو المنتج ده هو سر نجاحك ما تحاولش تخلي حد تاني يعمله. يعني لو انت شايف سر الخلطة بتاعتك ما تطلعهاش لحد غير كده، ادي العيش لخبازه. ماريوت، فكر كويس، ايه اللي انت شاطر فيه بجد وايه اللي ممكن تسيبه لحد متخصص يعمله؟ شاركونا رأيكم، ايه الحاجة اللي عمرك ما هتشتريها ولازم تعملها بنفسك، وايه الحاجة اللي بتشتريها على طول؟ ما تنسوش اللايك والشير.